يا مساء الفل، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم فراخ الشيش او الشيش طاووق. هعمله بتتبيلة سهلة وبسيطة، مفيش فيها اي اختراعات خالص. بتتبيلة تقليدية وبسيطة وكل مكوناتها متوفرة عندنا في البيت. يعني مش هنعمل تتبيلة صعبة، يعني تبقى صعبة على اي حد يقدر يعملها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مفيش فيها اي صعوبة خالص. ندخل كده على المكونات بتاعتنا. معانا صدرين من الفرخة حوالي نص كيلو، وممكن نستخدم صدور مع وراك او ممكن وراك بس الوراك مع الصدور بتبقى حلوة. الوراك بيبقى فيها نسبة دهون كده، اللحمة او الفرخة بتاعتك ما بتنشفش. اول حاجة كده هنقطع الفراخ بالطريقة اللي احنا عايزينها. المهم ما تكونش سميكة قوي ولا رفيعة قوي عشان تستوي معانا على طول. هقطعها كده زي ما انتم شايفين، قطع متوسطة. والفراخ دي او الصدور دي انا نقعتها، غسلتها بدقيق وبعدين بميه وخل وليمون وزنجبيل، يعني عشان اشيل الزفاره منها واتاكد ان الفراخ بتاعتي مش زفره خالص. طبعا التتبيله دي هنقدر نعملها قبلها بيوم، قبلها بساعتين، يعني زي ما انت حابه. اهم حاجه ان الفراخ بتاعتي دي تتنقع في التتبيله بتاعتي كويس جدا، يعني عشان تبقى طريه وجوسي كده وتبقى حلوه. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الفراخ معاكم اهو بالحجم اللي انا عايزاه. في نفس الوقت مش سميكه قوي ولا رفيعه قوي، حلوه عشان تشرب التتبيله بتاعت. اول حاجه كده هجيب بوله عشان اجهز كل التتبيله بتاعته. والتتبيله الاساسيه بتاعتي الزبادي، ممكن نستخدم لبن رايب، بس الزبادي هتطري معانا او اللبن رايب هيطري معانا الفراخ بتاعتنا كده وتبقى جوسي وطريه. فلازم هنا في التتبيله بتاعتي لازم زبادي. طبعا معلقه خل برضو بتفرق جدا في طعم الفراخ. ومعانا عصير ليمون، يعني الزبادي وعصير الليمون والخل بتاعي. لحد كده تمام. هنكمل طبعا بقية التتبيلة بتاعتنا. هنحط معلقة من زيت الزيتون او ممكن زيت نباتي عادي، اي نوع زيت انت حباه، بس زيت الزيتون هيبقى افضل طبعا في طعم فراخ الشيش. ودبس الرمان طبعا هيبقى هيخلي طعم الفراخ في حتة تانية خالص. ولو مش متوفر دبس الرمان ممكن نحط صويا صوص، ولو مش متوفر صويا صوص ممكن نحط معلقة عسل اسود. طبعا هتخلي الفراخ في حتة تانية خالص. انا قلتلك كل البدايل لو مش متوفر آه، دبس الرمان. ومعانا معلقتين صلصة كده، ممكن كاتشب، ممكن صلصة من انت مسبكاها اللي انت حباه. معانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون والسبع بهارات وبهارات الفراخ ومرق الدجاج فراخ طبعا. ومعانا كده معلقة من البابريكا ومعلقة من الكاري. كل التوابل طبعا هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان اللي حابب يعمل الوصفة مظبوطة. وكده هدمج كل المكونات كلها كده مع بعضها وهنزل بالفراخ. تتبيلة سهلة وبسيطة، مفيش فيها اي صعوبة خالص ولا فيها اي حاجة. طبعا انا هقلب كل الفراخ في التتبيلة دي كويسة جدا. دي نص كيلو من الصدور، ممكن تضاعف الكمية لو هتكتري طبعا الفراخ. هحطها في التلاجة لمدة ساعتين وبعدين ارجع لها تاني. دلوقتي انا بجهز الخضار بتاعي اللي هو الفلفل، ممكن فلفل الوان والبصل والطماطم، ومتبلاهم برشة ملح ورشة سبع بهارات. والفراخ بتاعتي كده انا طلعتها من التلاجة بعد ساعتين اتنين وريحتها في منتهى الجمال. والعصيان بتاعت الشيش بتاعتي انا حطاها في مية عشان ما تتحرقش مني قوي. هعمل كده، هدخل بصل زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ممكن احط الفراخ دي كلها طبعا في الصينيه من غير عصيان اللي انت حباه، يعني متوفر انك تعملي فيها اللي انت عايزاه. هدخل بصل كده وبعدين هدخل الفراخ. هحط كده طبقة بصل وطبقة فراخ وهحط طبقة من الفلفل وبعدين واحدة من الطماطم وبعدين هحط من الفراخ تاني زي ما انتم شايفين كده، وهكذا يعني نكرر
يعني الحتة دي لحد كده ما نخلص الشيش بتاعنا، طبقة من الفراخ وطبقة من البصل زي ما انتوا شايفين كده. وبظبط العصيان بتاعتي زي ما انتوا شايفين بيبقى شكلها حلو قوي. طبعا لو انت حابة مش متوفر العصيان بتاعت الشيش دي وحابة تعمليها كده عادي تمام، حابة تحطي الفراخ كلها في العصيان من غير خضار تمام، يعني بتبقى حاجة كده في منتهى الجمال. لسه باقي من التتبيلة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده برضو دي، وانا حطاها في الفرن وكل شوية همسح بيها الشيش بتاعي. وطبعا حاطة مية مغلية كده على الكاتل بتاعي، في الكاتل بتاعي. طبعا هحط حوالي كوباية ونص كده من المية المغلية عشان تسرع في عملية السوا بتاعي بتاع الفراخ بتاعتي. وهدخلها في الفرن كده على درجة حرارة 200، يعني درجة حرارة عالية، يعني لمدة حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، مش هتاخد معايا اكتر من كده ان شاء الله. والفراخ بتاعتي هتكون استوت وهتكون جوسي وطرية كده. وهنزل عليها بالتتبيلة بتاعتها كده اللي كانت باقية منها. وطبعا كل شوية هطلعها من وهي في الفرن كده، اعمل وش الفراخ بالتتبيلة بتاعتي عشان تبقى بتلمع وحلوة كده وشاربة التتبيلة بتاعتي كويس جدا. ويستحسن طبعا ان احنا نسيبها في التتبيلة يوم كامل، هيفرق جدا في طعم الفراخ. هتبقى الفراخ كلها اصلا عبارة عن تتبيلة، حاجة كده في منتهى الجمال. بعد ساعة الا ربع كده طلعت من الفرن بتاعي الفراخ بتاعتي او الشيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده، حاجة في منتهى الجمال. وعملت سلطة خضراء طبعا هرص عليه الشيش بتاعي، او ممكن طبعا عيش لو هتاكليها بالعيش. اما احنا كنا هناكلها بالرز فحطيتها على السلطة الخضراء. ممكن تاكليها بالعيش مع شوية طحينة وسلطة خضراء، ممكن مع شوية رز بسمتي، شوية رز بلسان عصفور بشعرية، حاجة كده في منتهى الجمال. انا قدمتها مع شوية رز باللسان عصفور. الرز ده خطير خطير خطير، هعمله معاكم ان شاء الله في فيديو جاي بإذن الله. حاجة كده في منتهى الجمال هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتي كده طلعتها حاجة كده قمر مع شوية طحينة، يعني لو انت حابة تاكليها بالعيش مع شوية رز بلسان عصفور كده، مش اصلا مش هيبان عليه ان هو رز بلسان عصفور، كأنه رز حباية وحباية رز بشعرية، حاجة كده فوق الجمال. الفراخ زي ما انتوا شايفينها هي كشت شوية لان دي صدور مش وراك، الوراك ما بتكشش قوي، الصدور بتكش، حاجة كده في منتهى الجمال. الفراخ طرية وجوسي وحلوة قوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.